كلمة كان المفروض تكون مصورة من سعادة وزير الثقافة اللبناني الأستاذ محمد وسام عدنان المرتضى. ما رح نقدر نعرضها اليوم، ولكن رح يلقيها مكتوبة الصحفي الصديق العزيز اللي فرحت اليوم كثير إني التقيت فيه، أستاذ بطرس بشارة. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. الفضل دائما لله مش لنا نحن البشر. الفضل البشري مش رح اقول كل صفاتك. ميرسي مدام بهية ابو حمد، ميرسي مدام بيتي، انه كان عندي حظ انه يكون الليله بين هالجمع، الجمع الرائع، مش الجمع الكريم، جمع الكرم وجمع الكلمه. ما بعرف اذا كنت بستحق اني اوقف هون، ولكن لاني وقفت هون زادت ثقافتي، مش بس من الكلمه، من الوجوه، من القلوب، من العيون اللي كلها مبتسمه. وحفظا للوقت، كلمه وزير الثقافه القاضي محمد وسام مرتضى. يشرفني ان القي كلمه وزير الثقافه القاضي محمد وسام المرتضى. ايها الحضور الكريم، وكلكم قامات واصحاب مقامات، يا أبناء الجالية اللبنانية والعربية الأعزاء في أستراليا وفي كل المعمورة، في هذه الفعالية الثقافية البهية التي تشبهك، في هذه السهرة وهذه الفعالية، هي لكم من القلب ألف تحية من تراب ساكن في ظلال أرز ينقل إليكم نسيم الوطن حبا وحنينا، وتنحني أغصان الأرز دون أن تلين في حضرة إبداعك. من تراب ساكن في ظلال أرز ينقل إليكم نسيم الوطن حبا وحنينا، وتنحني أغصان الأرز دون أن تلين في حضرة إبداعكم وجهودكم في حفظ تراث الوطن الحبيب وصون اللغة العربية. تجتمعون اليوم بمناسبة توقيع حفل كتاب للدكتورة الأخت وبامتياز بهية أبو حمد بعنوان شرب البعيني منارة الحرف. هي هالجملة بس واحدة عنوان. شرب البعين منارة الحرف وقلوبنا مجتمعة معكم لنبارك لكم دكتورة أبو حمد بهذا العمل الجديد الذي يضاف إلى إنجازاتكم في المضمار الثقافي ولدوركم البارز على صعيد جمع أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا من كل الطوائف والأطياف حول قضية واحدة، هي التمسك بجذور الأرض. نتمسك أكثر وأكثر بما يجمع اللبنانيين بكثير مما يفرقهم. أما الأستاذ شرب البعيني الذي يتناوله الكتاب والذي توقعونه، فهو الأديب والشاعر والمفكر الذي كان له في الثقافة والأدب بصمات لافتة. نحن نقدر ما أعطاه ويعطيه لأهل الثقافة لبنانيين وعرب وأستراليين. لم نطيل الكلام حفظا للوقت. في الختام أجدد المباركة للدكتورة أبو حمد لتوقيعها كتابها الجديد، وأقدر جهودكم ونشاطكم الدائم، كما أثني على وحدتكم وتعاضدكم حول كل ما يرفع اسم لبنان عاليا، على أمل اللقاء قريبا في أستراليا أو في ربوع وطنكم لبنان. والسلام لكم وعليكم. شكرا لكلمة الصحفي الصديق بطرس بشارة.